مرحبا متابعينا الكرام، سنتحدث اليوم عن موقف محرج تعرض له الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي بوجود الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمة الله تغشاهما أجمعين. هذا الموقف المحرج تسبب فيما بعد ببناء القصر الجمهوري في تعز، فخلوكم معنا. في شهر مارس سنة 1977 زار اليمن الشيخ زايد رئيس دولة الإمارات، وحدث أن أدرجت الرئاسة الإماراتية مدينة تعز ضمن برنامج زيارة الشيخ زايد، وبناء على رغبته شخصيا. طبعا الرئيس الحمدي وقع في حيرة من أمره لصعوبة تحقيق رغبة الشيخ زايد نظرا لعدم وجود دار ضيافة أو قصر استقبال في المدينة تليق بشخصية ملكية بحجم الشيخ زايد. حاول الرئيس الحمدي إلغاء برنامج زيارة تعز وتأجيله لزيارة أخرى، لكن المراسم الإماراتية أصرت على هذه الزيارة وبإلحاح مستغرب، فما كان من الرئيس الحمدي إلا أن قرر أن تكون زيارة تعز قصيرة جدا بحيث تبدأ في وقت مبكر ليتمكن الوفد الإماراتي من العودة قبل الظهر إلى مدينة إب لتناول الغداء والتحرك نحو العاصمة صنعاء للمبيت قبل أن يحل ظلام الليل. المهم، وصل الرئيس الحمدي وبرفقته ضيف اليمن الكبير الشيخ زايد بن سلطان إلى تعز، وكان استقبال تاريخي للشيخ زايد، تاريخي بكل ما للكلمة من معنى. ولا تزال إلى اليوم بيوت كثيرة في تعز تحتفظ بصور للرئيس الإماراتي الراحل، من ضمن الصور التي وزعتها اللجنة المنظمة للزيارة والتذكارات المصورة التي كان الطيران الترحيبي يلقيها فوق شوارع المدينة تقديرا للضيف العربي الشقيق. بدأت الزيارة بجولة سريعة لغرب تعز، وهي الجولة التي تبلورت فيها فكرة تأسيس قاعدة خالد بن الوليد العسكرية كنواة لمنظومة الدرع العربي المشترك. أما الجولة الثانية فكانت إلى جبل صابر العظيم، وهناك كانت الاستراحة أو الهدنة الملكية التي أزاحت عناء الرحل الطويل عن كاهل الرئيس والأمير الزائر. وصف الشيخ زايد وصوله إلى جبل صبر أنها رحلة تعيد روح الشباب، ومن دون مقدمات وبارتجال قال: أريد أن أبني دارا لي هنا، أنتم أهلي وعشيرتي. طبعا الجميع كان مندهش ويعتقدون أن هذا القرار أو أن هذه الرغبة مجرد مزحة، لكنه كان جادا ومصرا على ألا يبرح المكان حتى يتم ترتيب أساسيات بناء تلك الدار. وبالفعل كانت أرضية منتزه الشيخ زايد بن سلطان اليوم في جبل صبر هي تلك الأرض، لكن الأحداث التي أعقبت مقتل الرئيس الحمدي لم تسعف في تحقيق أمنية الشيخ زايد، الأمر الذي جعل تلك الأرض تتحول فيما بعد إلى مشروع منتزه الشيخ زايد. في تلك الأثناء كان الرئيس إبراهيم الحمدي طوال الوقت يراقب ساعته بقلق، خوفا من أن يقرر الضيف الكريم البقاء في تعز يوما كاملا في ظل عدم وجود قصر ضيافة رئاسي يليق به. وكان قلقه يزداد أكثر وهو يرى الشيخ زايد قد استطاب أجواء جبل صبر، وبدأ كأنه خرج إلى حياة أخرى لم يألفها من قبل، كأنه الحنين لماض مجهول أيقظته جذور الأرض التي وطأت قدمه عليها. زاد الأمر تعقيدا عندما وصلت موائد الفتة بالعسل والفطير الصبري وبسخاء وكرم جميل من أبناء المنطقة الذين فاض المكان بسلالهم من البلس اللذيذ والخوف. فما كان من الشيخ زايد إلا أن اتكأ على حجر ومد رجليه لا يريد الرحيل، وبدأ يمد يديه ويتجاذب أطراف الحديث مع أهالي المنطقة، وبتواضع لا يمكن أن تنساه منطقة صبر. مد الرئيس الحمدي يده إليه خجلا وقال له: أخي العزيز، أظن يجب أن نتحرك الآن، لدينا موعد غداء في مدينة إب والمسافة طويلة. لكن الشيخ زايد رد عليه وابتسامة الراحة تملأ وجهه وقال بلهجته: تو الناس يا فخامة الرئيس، وليش ما نتغدى هنا؟ وبقي الشيخ زايد يتفقد الجبل بعيني صقر، يتفحص التضاريس العجيبة والطبيعة الخلابة، وفي نفسه شيء لم يدركه أحد، بينما الرئيس الحمدي يفكر بالمأزق. محافظ تعز يومها كان يعلم بقلق الرئيس الحمدي، فاقترب من الحمدي وأخبره أن في مدينة تعز فيلا جديدة بنيت حديثا، وهي جميلة ولائقة جدا، هي ملك لأحد المواطنين، ويمكن استضافة الشيخ زايد والوفد المرافق له فيها، وعلى أساس أنها دار ضيافة خاص بكبار الضيوف المحافظة. فطلب الحمدي من المحافظ سرعة ترتيب ذلك مع مالك هذه الفيلا وإعداد وليمة غداء تليق بمقام الضيف الكبير. تم استضافة الشيخ زايد والوفد المرافق له في تلك الفيلا، وكان مالكها هو رجل الأعمال التعزي أحمد عبد الله الحروي، تاجر من منطقة حيفان، ووالد المناضل المعروف عبد العزيز الحروي رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية اليمنية سابقا. المهم، أقام هذا الرجل ضيافة غداء كريمة أزاحت من صدر الرئيس الحمدي كل القلق، وبدأ الرئيس يبتسم ويستعيد ارتياحه.
لكن القلق عاد إلى الرئيس مجددا بعد أن قال للمحافظ: كيف لو أراد الشيخ زايد ينام الليلة في تعز؟ تصرفوا سريعا، فما كان من المحافظ إلا أن طلب التحدث مع مدير مراسم الشيخ زايد على انفراد في غرفة جانبية، وأخبره بالقصة كاملة، وأن الرئيس الحمدي بات في حرج شديد، محذرا مدير المراسم بأن يتصرف دون أن يعلم الشيخ زايد بتلك التفاصيل، لأن الرئيس الحمدي قد يغضب. لكن مدير مراسم الشيخ زايد ما قصر ما شاء الله عليه، اقترب من الشيخ وبدأ يوشوشه بأنه الآن في منزل مواطن من أبناء تعز، وأن الرئيس اليمني في غاية الحرج لأنه لا يوجد مقر إقامة لكبار الضيوف، وأنه يجب المغادرة الآن باتجاه صنعاء. احمر وجه الشيخ زايد عتابا لإخفاء مثل هذا الأمر عليه، لكنه باقتدار كبير وبهدوء طلب من مدير المراسم هامسا أن يتولى الديوان الأميري في أبو ظبي بناء قصر جمهوري وقصر ضيافة في تعز مع كافة ملحقاتهما وما يترتب على ذلك من احتياجات تخطيط وإنشاء وتنفيذ وبأسرع وقت ممكن، وعلى نفقة الشيخ زايد الخاصة. طبعا هذه القصة نشرت قبل سنوات في صفحة شقيق الرئيس الحمدي السفير المهندس عبد الرحمن محمد الحمدي، ولم يذكر إن كان الشيخ زايد أكمل يومه في تعز أم غادر بعدها إلى صنعاء، لكن المرجح أنه بقي في تعز وتم استضافته في منتزه التعاون المعروف إلى اليوم بتعز، والذي تم فيه وعلى عجالة ترتيب حفلا فنيا ساهرا حضره الرئيسان، حفلا أحياه مجموعة من الفنانين ومن ضمنهم الفنان محمد حمود الحارثي وآخرون. وفي المساء يحضر الزعيمان الحمدي وزايد الحفل الفني الساهر الذي أقامته وزارة الإعلام والثقافة في منتزه تعز احتفاء بمقدم ضيف اليمن الكبير سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ومرافقيه الكرام، حيث قدمت في هذا الحفل الساهر العديد من الفقرات الفنية التي شملت الرقص والغناء وكذلك من الفلكلور الشعبي اليمني. وفي بداية هذا الحفل الساهر عزفت الموسيقى التابعة لوزارة الإعلام والثقافة السلامين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية العربية اليمنية. وتبدأ الفقرات الفنية بأغنية صنعانية تصاحبها الرقصة. قبل أن يكتمل مشهد المهيب للقصر الجمهوري في تعز وقصر الضيافة على قمة هضبة الكامب، رحل الرئيس الحمدي إلى خالقه رحمة الله تغشاه، وبقي القصر شامخا بتصميمه المعماري الفريد من نوعه، وإلى أن تم للأسف قصفه وهدمه في الحرب الأخيرة التي تمر بها البلد، فغادرت واجهة ذلك القصر الجميل من أمام الأعين، لكنه بقي وسيبقى عالقا في الذاكرة التعزية لا يغادرها أبدا. إلى اللقاء.